900 ألف درهم في أكادير يقدروا يشريو ليك شقة صغيرة في حي أو ضعفها تقريبا في حي آخر. ولكن المفاجأة ماشي في المساحة، السؤال الحقيقي هو شكون غادي يكري منك وشحال غادي يبقى. حي غالي يقدر يجيب كراء قوي ولكن ياكل الربح في التجهيز والفراغ، وحي رخيص يقدر يبقى بلا طلب. اليوم ما غاديش نعطيك فائز مزيف، غادي نبنيو خريطة قرار ونخليو الجواب الحقيقي حتى للآخر. قبل الحي خاصك تجاوب شكون المكتري ديالك، واش باغي تدخل طويل، وكيفاش غادي تبيع من بعد. الارقام اللي غادي تشوف هي اثمنه الطلب في الاعلانات، ماشي عقود بيع. الزنقه والعماره يقدروا يقلبوا الحساب. في 2024 الطلب على شقق اكادير في مبواب طلع ب 28%، والعرض نقص، واكثر من نص الطلب كان على شقق اقل من 80 متر مع اهتمام قوي بجوج بيوت. السوق هنا ماشي واحد، كاين مكتري خدام او طالب، وكاين زائر باغي القرب من البحر. لهذا غادي نشوف المناطق كأدوار داخل السوق، ماشي كترتيب من 1 حتى ل6. نبداو بالاختبار اللي كيكشف الفرق بسرعة. 900 ألف درهم بلا مصاريف الشراء والتجهيز. غادي نقسموا الميزانية على وسيط ثمن المتر في العينة الحالية. النتيجة تقريبية ولكن مقارنة كاشفة. ففونتي العليا الوسيط الحالي كيقرب ل 18700 درهم للمتر. الميزانية كتوقف قرب 48 متر. في الحي المحمدي حوالي 12600 درهم للمتر، كيعطيوك قرابة 72 متر. في حي السلام نفس الفلوس، كتوصل تقريبا ل 84 متر حسب وسيط العينة الحالية. في الداخلة الوسيط قريب ل 11000 درهم للمتر. نظريا الميزانية كتجيب حوالي 82 متر. وحي أنزا كتوصل لأكثر من 90 متر، ولكن هذه غير مساحة، مازال ما حسبناش الطلب والمخاطرة. دابا بان الفرق، ولكن المستثمر ما كيسكنش في المتر المربع، خاصو واحد يخلص عليه كل شهر. هنا كيتبدل كل شيء. الثمن كيعطيك باب الدخول، ولكن المكتري هو اللي كيحدد واش الاستثمار خدام. فجنوب ووسط أكادير الجامعة وسوق الحد ومحاور النقل كيجمعوا حركة ما كتساليش مع الصيف. ومن ماي 2026 أمالواي ربط الميناء بالسوق والجامعة وتيكيوين على محور واحد. هنا حي السلام كيبان مختلف، ما كيبيعش صورة فخمة، كيبيع قرب من الجامعة وخدمات يومية. في تقرير 2024 ثمن الطلب المتوسط كان 9040 للمتر، والكراء الفارغ حوالي 3520. في العينة الحالية وسيط البيع طلع لحوالي 10750، ووسيط الكراء 5300. من النقطة الممثلة لحي السلام الجامعة المسافة في الطريق حوالي كيلومتر ونص بلا حساب الزحام. الداخلة كتدخل من باب آخر، موقع عملي، عمارات متفاوتة، وقرب معقول من الجامعة والسوق. وسيط البيع قريب ل 11000 درهم للمتر، أما الكراء العينة صغيرة وكتعطي حوالي 4500. الكراء القريب من الجامعة قوي، ولكن يقدر يتبدل مع الموسم. دابا نمشيو لسوق العائلات والإقامات الجديدة. في الحي المحمدي المستثمر كيلقى إقامات ومساحات وتجهيزات كتيرة. هاد التنوع كيسهل المقارنة ويصعب القرار. جوج إقامات حدا بعضياتهم يقدروا يختلفوا في المصعد، الباركينغ، الصنديق والتشطيب بشكل كبير. فمرجع 2024 البيع كان قرابة 9750 للمتر، والكراء الفارغ 4450. العينة الحالية كتبين وسيط بيع حوالي 12600 وكراء حوالي 7000 درهم. ما نقدرش نقسم هاد الكراء على هاد البيع ونسميوه مردودية. العينات ماشي نفس الشقق، هو ماشي الأقرب لكل شيء، ولكن المسافات متوسطة، والعرض الحديث يقدر يعوض عليك شوية ديال الطريق. إلا كانت الإقامة نقية والخدمات قريبة، الحي يقدر يجبد عائلة أو موظف باغي الراحة أكثر من الوسط. إلا كانت عشرات الشقق متشابهة في الكراء، اللي غادي تربح هي الواجهة والضوء والباركينغ والتجهيز. السلام كيربح في الدخول والقرب من الجامعة، المحمدي كيربح في التنوع والجديد. الهدف هو اللي يفصل. فونتي العليا كتخاطب واحد المكتري مختلف، باغي إقامة مرتبة، قرب نسبي من السياحة وتجهيز أحسن. الكراء المفروش يقدر يطلع الثمن، ولكن كيطلب أثاث، تصوير، تنظيف وتدبير مستمر. في تقرير 2024 فونتي العليا كانت في حوالي 14540 درهم للمتر، والكراء المتوسط كان حوالي 7030 للفارغ و7790 للمفروش.
فروش. في العينة الحالية البيع قرب ل 18700 والكراء ل 8750. المغرب قرب ل 20 مليون سائح في 2025 ومطار أكادير داخل في مشروع توسعة رسمي. الطلب السياحي ماشي خط مستقيم، موسم قوي يقدر يخبي عليك أسابيع فارغة ومصاريف ما كتبانش. قبل ما تقول المردودية نقص الفراغ والتسيير والصيانة وتجديد الأثاث. هنا الفرق بين الورق والواقع. فونتي ماشي خيار سيء، هي خيار مهني أكثر للمستثمر اللي قادر يسير الجودة والموسمية. تالبرجد كتبيع القرب، السوق، الوسط، البحر والحياة اليومية، ولكن بزاف من المخاطر كاينة داخل العمارة. من النقطة الممثلة للحي طريق للسوق والبحر حوالي 2 كيلومتر ونص. هادي قوة في السيولة. في وسط المدينة عنوان قوي، ما كيصلحش مصعد خاسر، صنديق ضعيف ولا شقة فوق زنقة مزعجة. والعينة الحالية في تالبرجد صغيرة بزاف، لهذا ما غاديش نصنعوا منها متوسط واثق أو مردودية. في حي أنزا الثمن كيجبد العين والقرب من الساحل كيزيد الفضول، ولكن المدينة اليومية بعيدة أكثر. في العينة الحالية وسيط البيع حوالي 630 ألف وقريب ل 9700 درهم للمتر. من حي أنزا حتى لسوق الحد كاينين تقريبا 13 كيلومتر، وحتى للجامعة كاينين كتر من 17. يعني اللي غادي يكري خاصو يكون حاسب حساب هذا البعد. وزيد عليها ما لقيناش في العينة غير إعلان واحد كيصلح الكراء الطويل. الثمن باين مغري، ولكن ما نقدروش نقولوا بلي الكراء مضمون. إلا خديتي ثمن كراء ديال شقة مفروشة وقسمتيه على ثمن شقة أخرى لمختلفة غادي يخرج لك رقم زوين، ولكن القرار غادي يكون غلط. باش تحسب الربح الصافي خاصك نفس الشقة ونفس طريقة الكراء، وتحسب الفراغ والمصاريف كاملين، وحنا ما مجموعينش هاد المعلومات كلها. على هاد الشيء غادي نشوفوا 3 حوايج: شحال خاصك في الاول، واش كاين مكترين مناسب، وشحال غادي يتطلب منك التسيير. هادو اوضح من شي نسبة معمولة بالحساب وصافي. في هاد المقارنة حي السلام وحي الداخلة باينين مناسبين كتر للكراء الطويل، وثمن الدخول ديالهم هاني على فونتي. وملي كنحسبوا القرب من وسط المدينة تالبرجد كترجع للواجهة، ولكن لقينا غير شوية ديال الاعلانات، وحالة العمارة كتقدر تقلب كل شيء. فونتي تقدر تجيب كراء طالع، ولكن خاصك تزيد حساب الفرش والتسيير والشهور اللي يقدر يبقى فيهم السكن خاوي. دابا ما بقيناش كنقارنوا 6 ديال الاحياء، ولينا قدام 6 ديال الاختيارات، وكل اختيار مناسب لواحد الهدف. الا كانت الميزانيه محدوده وباغي كراء طويل قريب للجامعه والخدمات، حي السلام كيبان اوضح بلاصه تقدر تبدا منها. الا بغيتي الاختيار يكون واسع والمكتري يكون عائله ولا موظف، الحي المحمدي متوازن، غير اختار الاقامه مزيان. الا بغيتي بلاصه عمليه قريبه للجامعه والخدمات، حي الداخله اختيار قوي، ولكن الحكم الحقيقي كيبقى على العماره. الا عندك ميزانيه اكبر وقادر على الفرش والتسيير ديال الكراء الموسمي، فونتي العليا هي الاختيار الراقي. الا كان القرب من وسط المدينه والعيش بلا طوموبيل مهم عندك، تالبرجد خاصها تدخل في البحث، ولكن خاصك تفحص العماره مزيان وتفاوض على الثمن. الا باغي تدخل بثمن اقل وتقبل شويه ديال المغامره، حي انزا ممكن تناسبك، غير تاكد براسك واش كاين الطلب قبل ما تخلص العربون. باختصار حي السلام للميزانيه، الحي المحمدي للجديد، حي الداخله للبلاصه العمليه، فونتي للاختيار الراقي، وتالبرجد للموقع. المقارنه كتوصلك للحي، ولكن واش غادي تربح ولا تخسر كيتحسن في الزنقه والعماره اللي تختار. سير للزنقه في النهار وفي الليل، شوف واش كيدخل الضوء، سمع الضجيج، قلب على الباركينغ، وقيس القرب الحقيقي من الخدمات. راجع الرسم العقاري والمساحه والرخص والوضعيه القانونيه مع شي مهني كيعرف خدمته قبل ما تخلص حتى عربون. وسول على الصنديق، واش المصعد كيتعطل، واش كاينه الرطوبه، شكون مسؤول على السطح، واش على العماره شي ديون. هاد المصاريف كياكلوا الربح بشويه بشويه. ما تقارنش شقه مفروشه مع شقه جديده وخاويه. جمع 3 ديال الشقق اللي متقاربين ومن بعد بدا تفاوض. اول حاجه حدد شكون غادي يكري منك، من بعدها جمع الميزانيه كامله، وفي الاخير اختار العماره المناسبه داخل الحي. وكتب لينا في التعاليق باغي كراء طويل ولا مفروش، ولا باغي تعاود تبيع، والحي اللي غادي تختار نفككوه معاك زنقه بزنقه.